بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حاجة كويسة في الحمام الكينج. الحاجة ديت هي ازاي ان انت بتحافظ على بيض الحمام الكينج من التكسير. من عيوب الحمامة الكينج ان هي حمامة كبيرة في الحجم، فبتعمل وزنها بيعمل على كسر البيض. هي كبيرة وحجمها كبير، فبتعمل بتتك على قشرة البيضة، فالبيضة ضعيفة بتتكسر معاها. طب احنا دلوقتي لو عايزين نحل المشكلة ديت بان اول حاجة نحطها في العش بتاعها يكون واسع، يعني يكون واسع عليها. يعني زي الحمامة اللي قدامنا ديت، حمامة كبيرة بسم الله ما شاء الله، حجمها قد ايه. فانا حاططها في القفص بتاع الفاكهة البلاستيك. القفص ده بيبقى حوالي طوله 60 سنتي في عرض 50 سنتي. الحمامة الكينج لو عملت لها عش في مكان ضيق، هي عشان حمامة كبيرة فحركتها كبيرة، فبتمسك تكسر البيض. فاحنا بنحل المشكلة دي ازاي؟ بنحل المشكلة دي اللي انا بجيب قفص فاكهة زي ده اهو. لو حضراتكم بصيتوا معايا، ادي العش التاني اهو، قفص الفاكهة ده. بحط تلتينه قش الرز، تلتين القفص بالظبط قش الرز. بكون حاطط في الارضية كرتونة، في أرضية القفص كرتونة، وبفرش القش تلتين القفص قش. الموضوع ده بيخلي الحمامة واخدة راحتها ومرتاحة في النوم على البيض، وتعرف تقلب البيض بتاعها بكل أريحية. أهي البيوت بتاعتي أهي، البيوت اللي أنا معملها من فاص الفاكهة. في عين عندي خشب أهو. برضو بالنسبة للي عايز يربي في عيون خشب، لازم العين تكون عين 60 في 60، ارتفاع 50. الحمامة لما بتبقى في مكان ضيق بيتعبها وبتكسر البيض. دي حاجة من الحاجات رقم واحد في تربية الحمام الحجم الكبير، سواء الكينج أو الحمام الروماني. برضو نفس الوضع اللحم الفرنساوي برضو حمامة كبيرة اهي يا جماعة، حمامة كبيرة اهي، حمامة نايمة على البيض. فبرضو عامل لها نفس الوضع في القفص البلاستيك الكبير. الحاجة ديت بتحافظ على الحمامة، بتخليها ما تكسرش البيضة بتاعتها. دي رقم واحد. رقم اتنين برضو، لو حضرتك عايز تحافظ على البيض بتاع الحمامة، هقول لك برضو تعمل معاها ايه.